الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ويرجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. اسمي محمد رضا حمدان، عمري 14 سنة، من مدينة طنجة. فت في المسجد كان كيعاونني الوالد ديالي، والتجويد كنت كنسمع المقرئين. تعلمت 7 سنين ولا 8 سنين. منذ 8 سنوات 8 سنوات بديت كنقرأ قرآن. درست القرآن في مدرسة إمام الغزالي التعليم العاطفي. كنحس بواحد الشعور متميز على الأطفال في السن ديالي، وكنفرح. كنقتدي بالأعمام ديالي والأب ديالي اللي كاملين أئمة في المساجد. كان لهم دور أنني استطعت أن أحفظ كتاب الله وأتعلم التجويد وأن أؤم بالناس. كنصحهم أنهم
يتعلموا كتاب الله ويقراوه ويتعلموا التجويد، حيت هادشي كينفع. غادي نكمل في المسيرة ديالي كما تمشاو الأعمال ديالي والآباء ديالي. شاركت في واحد المسابقة التجويد والمرتبة اللي حصلت عليها المرتبة الأولى في طنجة. ديت واحدة أخرى في طنجة وصافي. كان ردة الفعل ديالو من الفرح والسرور ونصحوني نكمل في هذه المسيرة هذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله